البندقو. وعليكم السلام. كيف حال الأسرة؟ شباب مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل اقعد. شباب، نعم الشيخ. خذ هذا الكتاب. إنه مشروع الدستور واشرح لنا الأشياء الجديدة والتغيرات التي فيها. نعم فهمت عليك. فيه أشياء جديدة وتغيرات كثيرة، فإن مشروع الدستور يتعهد بأمن تقاليدنا ومصالحنا، ولقد أعده الماليون للشعب المالي. جمعت هذه الأفكار والآراء حسب المهارات والأعمال العظيمة التي مرت بدولتنا في المجال السياسي والإدارة والإنساني وكذلك العادات والتقاليد. مرت دولتنا في هذه السنوات الأخيرة، والذي يهمني اليوم هو الصلح والوحدة الوطنية والازدهار والاستقرار. ماذا يقول الدستور حول ذلك؟ لقد اهتم الدستور لحل هذه المشاكل كلها، يتم شعب التوافق الوحدة والتسامح والتضامن، واعتنى كذلك بلغاتنا المحلية. نعم، أسألكم كيف يمكن لهذا الدستور أن يحتفظ بحريتنا؟ أسس هذا المشروع على 3 مناهج: احترام حرية الدولة، واحترام منهجيتها في اختيار علاقاتها الخارجية، وحفظ منافع الدولة من حيث ثرواتها ومعادنها للحفاظ عليها وجميع ثرواتنا للحفاظ عليه جميعا للمستقبل. إذا ستصلح إدارة السلطة؟ إذن ستصلح إدارة السلطة. نعم جدا جدا جدا، ولكن يا شيخ ويا البندقو، مالي ستعود لشعبها، ولكن لذلك ثمن. يجب على كل مواطن احترام أموال الدولة والحفاظ عليها، ويكون ذلك بإخلاص الشعب للدولة بالاستقامة والعدالة، وبسبب ذلك أيضا يتم الأمن والاستقرار. ويجب على كل مواطن بلغ 18 ويجب على كل مواطن بلغ 18 سنة عندما يسمع نداء الرئيس يجب عليه أن يلبي النداء. بمعنى يلبي كل مواطن مالي دعوة الرئيس إذا بلغ عمره 18 سنة كل ما سمعها. لنحترم كلنا جنود دولتنا. الكل يجب أن يحترم دولتنا ابتداء منا. يساوي هذا الدستور الأفراد بدون استثناء. وفي هذا الدستور أيضا الماليين الذين في الخارج سيكون لديهم تيبا في مجلس الشيوخ نواب. كل هذا عمل صالح، أما نحن النساء والأطفال ما دورنا في هذا؟ إذا سمعت بدولة فإنما تعني بالنساء والأولاد، أليس كذلك؟ يتعهد الدستور في الانتخابات بترشح الشباب والنساء في جميع مجال إدارة الدولة. هذه الآراء كلها جيدة، وما شأننا نحن شيوخ القبائل والبلدان من الدستور؟ يا شيخ، فإن الدستور أعطى مقاما عاليا للشيوخ القبائل والبلدان. تبارك الله ما شاء الله. وأما ما تخص المحكمة ستتم المحاكمة على ما ينبغي تماما، بالخصوص المحكمة الجديدة التي تسمى محكمة المحاسبات. إنها محكمة جديدة التي تحقق في ثروات عن طريقة اكتسابها. النواب، الوزراء، جميع عمال الدولة يجب أن يتحقق من دخلهم ومكاسبهم. هذه المحكمة. السلام عليكم يا جماعة البندقو. مرحبا وعليكم السلام. هذا المجلس لن يكون لاختفاء لأحد من الفساد. انتهى. السلام عليكم يا أيها النائب. يا جماعة، أريد أن أسألكم ماذا تريدون أيضا؟ الذي بقي الآن أن نقوم هذا الدستور أن ننشره في كل الأنحاء. نحن الفنانين قد بدأنا العمل. هذا يهمنا جميعا، كل واحد مسؤول أن يبلغ رسالته. أنت وأنت هذا أن تبلغوا رسالتكم في دياركم في جميع الأنحاء. الذين عندهم التليفون ينشروا الخبر.